أحوال الطقس: منخفض جوي شديد في طريقه إلى تونس. آخر توقعات الرصد الجوي، إليكم التفاصيل. أفادت مصادر من الرصد الجوي عن توقعات أن منخفضا جويا جديدا سيحل بتونس خلال الساعات القادمة، مصحوبا بأمطار رعدية غزيرة ورياح قوية ستشمل عددا من مناطق البلاد. وحسب ما أفاد مهندس الرصد الجوي فإن الأمطار ستسجل حضورها مجددا في العديد من جهات الجمهورية التونسية بداية من فترة ما بعد ظهر الاثنين المقبل. وأشارت ذات المصادر إلى عودة التقلبات الجوية انطلاقا من فترة ما بعد ظهر يوم الاثنين وتتواصل طيلة الأيام القادمة، مما سيساهم في نزول الأمطار بمناطق الشمال ثم تتفرع لتشمل بعض مناطق الوسط بداية من يوم الثلاثاء إن شاء الله. وأضاف مهندس الرصد الجوي بالقول أن بشائر الغيث النافع متواصلة هذا الشهر، حيث من المنتظر أن يكون شهر جانفي ممطرا في تونس وحاملا لأخبار سارة للبلاد والفلاحة التي ستشهد انتعاشة خلال الأسابيع القادمة مع حلول الغيث النافع إن شاء الله. تطورات الأحوال الجوية. وفي سياق متصل تشير التوقعات الجوية إلى أن طقس اليوم الأحد سيكون مغيما جزئيا بأغلب الجهات، ومن المنتظر أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا. وأوضح المعهد الوطني للرصد الجوي أن درجات الحرارة القصوى ستتراوح بين 17 و21 درجة، ويتوقع أن تكون في حدود 15 درجة بالمرتفعات، وتهب الرياح من القطاع الجنوبي وتكون ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا آخر النهار قرب السواحل، فيما يكون البحر عامة متموجا فمحليا شديد الاضطراب.